السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم مطبخ فاطمة. شكرا لكم على الدعم ديالكم، على التعاليق ديالكم. شكرا لكم كتشجعوني على قناة جديدة، كنشكركم بزاف، جزاكم الله كل خير. جيتكم بوصفة كلشي كيحبها الصغير والكبير، وبغيت نشاركها معكم على طريقتي. اللوبيا بالدجاج كتجي لذيذة، كتجي معلكة ودغيا كتوجد. عندي بصلة هنا، جوج بصلات نقيتهم وغسلتهم. عندي اللوبيا هنايا 140 ريال ديال اللوبيا اللي خديت، وما خديتهاش بالليل باش نفسكها، غير ندير الفطور. طيبت الماء مزيان، خويتو عليها وخليتها تما حتى فطرت، وبحال الا فسكتيها بالليل. دابا غادي نخويها هنايا حيت راه كانت عندي ديجا مغسوله ومنقيه، باش ما نخويش عليها البارد عاود باش ما تجيناش قاصحه، ما غاديش تبغي طيب. دابا عندي هنايا الكوكوط، غادي نشلض البصله ديالنا. 7 دراهم غادي تغديكم وغادي تشيط لكم وترافقوها حتى بالليل تعشوا بها، بالنسبه اللي ما كضروش اللوبيا. انا كنشارك معكم اخواتاتي هاد القناه، بقى نعطيكم شي حاجه اقتصاديه حيت دابا الوقت راه صعيبه. اي حاجه بغيتو اقتصاديه نشاركها معكم، كتبوها لي في التعاليق. وما تنسوش تشجعوني على هاد القناه الجديده وتتابعوني، واي حاجه نعطيها لكم. شكرا لكم على المتابعه ديالكم. اي حاجه نعطيها لكم من قلبي، بلا زواق بلا نفاق. دابا غادي نضيف هنايا اللوبيا. عندي هنا مطيشة الحك والقزبور والمعدنوس، وما عنديش الثومه، ولكن ضروري غادي نطيب. واش غادي نخلي الطياب حتى نجيب الثومه؟ حتى البصله راها مزيانه، ولكن الثومه كتصاوب اللوبيا، ولكن ما عنديش. ماشي مشكل، اي حاجه نقضيو بها خواتاتي. عندي سكينجبير، الخرقوم، التحميره والملحه. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت ديال الطياب. عندي هنايا العنقه ديال الدجاج، غير كنجيب انا الدجاجه كنوفر هاد العنقه، كنديرهم في لي باط، وكنديرهم في الحريره، كنديرهم في اللوبيا. دابا نجيب شي دجاجه ونفصلها معكم ونوريكم كيفاش ندير كل حاجه بوحدها. دابا غادي نخلط مزيان هاد العطريه، ندخلها في اللوبيا. عندي هنا هاد الكاس عبرته بالماء، غادي ندير 2 كيسان ونص الكاس. والكاس عادي، ما الماء عادي، عفوا ماشي الماء سخون، غير من الروبيني. كاس اخر غادي نزيد غير نص كاس. صافي غادي نخوي هنا نص كاس على حسب القياس ديال اللوبيا فاش طيب، حيت ما غاديش نحل عليها حتى طيب. صافي دابا غادي نخلط وغادي نسد عليها. صافي دابا غادي نسدها وغادي ندير لها الصفاره. دابا غادي نردها فوق العافيه حتى طيب، وغادي نرجع معكم. انا رجعت معكم، اللوبيا ديالنا راه طابت، كتجي معلكه، وداك القياس اللي عطيتكم ديال الماء جاني هو هذاك. ما زدت حتى شي حاجه حتى طابت، عاد حليت عليها. اللوبيا ديالنا خاتره وزوينه وطيبه. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنسوش تشجعوني وتشاركوا فيه، ونعطيكم كل جديد. وما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. قناتي وقناتكم، مرحبا بكم.
وشاركت معكم هاد الطريقة اللي كندير انا في داري. اللوبيا دخلت فيها الدجاج، جات لذيذة، غير جربوها وردوا عليا في التعاليق. وهاد اللوبيا ما فزكتهاش بالماء بارد، فزكتها بالماء طايب بحال بغيتو تعمرو اتاي باش دغيا طيب لكم. هذا هو الشكل ديال اللوبيا ديالنا شكلا ومذاقا. شوف كي كتجي معلكه وكتجي طايبه، واخا راني فزكتها وقلت لكم غير كنفطر فزكتها طابت دغيا طابت. راه مازال ما وصلش الوقت ديال الغدا ودغيا طابت لي. وانت وغير تبعوا الطريقه اللي عطيتكم حتى الاخر، غادي تنجح معكم الوصفه. ومع السلامه، نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده.